طبعا انت النهارده مفيش حاجه نفسك فيها ما عملتهاش صح؟ ايوه ماشي، ما فاضلش غير الجمل ده وتركبيه وبعد كده على البيت ان شاء الله. السلام عليكم يا صاحبي. وعليكم السلام. كنت عايز اركب خطيبه الجمل بعد اذنك. طب بص يا اخويا، الجمل ده انا هروح اغديه. بس خلي بالك انا بغير عليه. بتغير عليه؟ يعني الجمل لا مش لا 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 ما تقلقش من اي حاجه. إيه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. شايف الست الغلبانه دي؟ شايفها. انا عاوزك تروح للست الغلبانه دي ويلكم وركب خطيبتك الجمل عنديها. طب وليه عشان انا هو الجمل ده عم خلينا ده اسمع مني بس، عشان انا خلاص ربنا رزقني النهارده وهي من الصبح قاعده وجوزها الله يرحمه ساب لها الجمل تسترزق منه، فاروح لها. مش عارف اقول لك ايه. نروح نركب هناك وخلاص. انت شخص محترم يا صاحبي. الله يخليك. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لا انا مش عاوز اي حاجه، اللي طلعوا ادوا اللي هي انا بطلع علبه المناديل. طيب يلا ماشي. ايه الجرايد يا رب ارزقنا يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ام يوسف؟ الحمد لله بخير. ازيك انت يا يوسف؟ ازيك؟ عامل ايه؟ خطيبتي عايزه تركب الجمل اللي عندك. انا كنت شايفاكم هناك يا ابني، ايه اللي جابكم؟ ما ارتحتش للجمل اللي هناك. لا انا عايزه اركب. قالت نركب ده. على راسي يا بنتي وماله، عينيا ليك. ازيك يا يوسف؟ طب عايزينها تاخد لفه بالجمل ده. ماشي يوسف، خليها تركب يا يوسف، ركب. يلا يا خليك انت يا ام يوسف عشان خاطر يوسف لما يسيطرش على الجمل. عينيا حاضر. تعالي يا بنت لف. لا انت شكلك تعبان، اقعد وانا اخلي يوسف. لا اله الا الله. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اللفه بكام؟ اللفه ب15. احلى 200 جنيه. تسلم يا ابن الله يبارك لك. الباقي ليوسف بس بالنص، يعني مش هتديله باقي ال 200. ربنا ماشي يا يحفظك. يوسف؟ ماشي. شكرا. لف. بص يا استاذه صلى على النبي. عليه افضل الصلاه كنت عايز اتكلم معاك كلمتين. امرني. انا دايما اعرف ان عدوك ابن كارك. ايوه. ده مش مثل، ده واقع. بس انت الحمد لله ربنا رزقك بابن كار جنبك محترم وابن ناس. خلي بالك معاه وما تقصريش، لو احتجت اي حاجه قولي له وانا واثق من كده. تسلم يا ابن الله. لان انا وهناك بيتكلم في حقك كلام خير، بيقول ان انت ست عظيمه واقفه على رجلك ومش محتاجه لحد، وقعدتك على الكرسي ديت ليها حساب تاني عند ربنا. لان اللي بتشقى وتبص على لقمه عيشها دي ربنا بيرزقها، لكن بقى الستات التانية ربنا يسامحهم اللي متجهين للطريق الغلط. طبعا مش هنتكلم. تمام يا ام يوسف؟ الحمد لله يا ابن عينيا حاضر. خدت لفه بالجمل؟ اعتبرني خدت. اعتبرك خدت. يلا يا باشا.